هل صحيح أن الحجاج بن يوسف رمى الكعبة بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير داخل الحرم؟ نعم، هذا صحيح. قتل عبد الله بن الزبير واحتز رأسه وعلق جسده 3 أيام، وهذا في صحيح مسلم. حتى أن ابن عمر كان يمر بجانبه وهو معلق ويقول: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، قد حذرتك هذا. فوالله لأمة أنت شرها فهي خير أمة. يعني إذا كان أنت تقتل وأنت تعلق وأنت الصحابي بعبادتك وعلمك فأنت شر عندهم لأنهم قتلوك، فإن كان كذلك فأنت هذه الأمة أمة خير أن يقتل هذا الصحابي. وجاءت أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ووقفت عليه، ثم جاء هذا الخبيث الفاجر السفاك للدماء كما في صحيح مسلم وقال لها: أرأيت يا أسماء كيف صنعت بعدو الله؟ فقالت: نعم رأيت ذلك، قد أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرته، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يظهر في ثقيف كذاب ومبير، وأما الكذاب فقد عرفناه. تقصد المختار بن أبي عبيد الكذاب الذي ادعى النبوة وتشيع، وأما المبير فلا أخالك إلا أنت. ثم راح وتركها رضي الله عنها، وكانت قد أصابها العمى في ذلك الوقت، قد بلغت 100 سنة، وهذا كان في سنة 73. قتل ابن الزبير ومات ابن عمر في السنة نفسها، وماتت أسماء بنت أبي بكر الصديق بعد ولدها.